يا مساء السعادة على أحلى وأغلى اخوات في الدنيا كلها. النهاردة هنخزن مع بعض البرتقال، بس هنخزنه بالطريقة الصحية اللي هتحافظ عليه وعلى نكهته وعلى الفيتامينات اللي موجودة فيه. ناس كتير جدا بتعمل البرتقال وبتخزنه بطرق كتيرة جدا، هنقولها مع بعض كلها في آخر الفيديو، بس خليكم معايا للآخر. احنا بقى هنخزنه بطريقة مختلفة جدا وطريقة صحية هتحافظ على كل الفيتامين الموجود في البرتقال. اول حاجه انا جبت هنا كميه محترمه من البرتقال، وجبت كده بس كميه صغيره جدا من الجزر. فايده الجزر هنا ان انا هضيف بس كام واحده من الجزر علشان تزود الفيتامينات او المعادن الموجوده فيها وترفع القيمه الغذائيه للعصير بتاعنا، وكمان تضيف اللون او تزود اللون او تعزز اللون، بس كده مش اكتر. لكن لو زودت كمية الجزر على البرتقال، العصير هيقلب معاكي خالص، هيتحول كده الى عصير تانك، مش هتحس ان انت بتشربي برتقان خالص، طعمه هيتغير مليون المية. تعالوا بينا بقى كده نسمي الله ونشوف هنعمله ازاي. انا هقول لكم في اخر الفيديو على كل الطرق اللي ممكن ان احنا نخزن بيها البرتقال ونحافظ عليه. ممكن ان انا استخدم مقشرة البطاطس، وممكن ان انا استخدم السكينة. انا بقى هستخدم السكينة اللي هي مشرشرة دي بتاعة الخبز، علشان هتشيل بس حاجة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده من الجزرة، عشان لو فيها اي حاجة نتخلص منها. خلاص كده، انا هعمل الجزر كله بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بس كده، وهقطع الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وهمسكه كده وهقطعه حلقات كده. هحاول ان انا مش هخليها سميكة علشان لما اسلقها تتسلق معايا بكل سهولة. هقطعها كلها حلقات زي ما انتوا شايفين كده. طيب انا هسلقها ازاي؟ طبعا ما تغرقهاش ميه، لانك لو حطيتي كميه كبيره من الميه معظم الفيتامينات والاملاح اللي موجوده في الجزر هتنزل في الميه بتاعتنا وهنفقدها وهنفقد القيمه الغذائيه بتاعتها. احنا هنضيف شويه ميه صغيرين جدا مناسبين جدا للجزر، يا دوب بس يسلقوهم بس مش اكتر. تاني حاجة، لو انا مثلا عملت الجزر وملحقتش ان انا اقطعه ولا حاجة، احطه على شوية مية علشان ما يسودش ولونه ما يغيرش معايا. هنا بقى انا قطعت الجزر بتاعي وغسلته كويس جدا، وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هحط له شويه ميه صغيرين زي ما اتفقنا، وهحطه يتسلق على البوتاجاز. اهم حاجه ان انا مش هزود الميه خالص، يا دوب شويه ميه الجزر يكون اتسلق يكون شرب الميه كلها. هحطهم بقى على البوتاجاز كده، ونرجع تاني نشوف احنا هنعمل ايه. حطوا لايك بقى في الفتره دي كده لما ارجع لكم تاني. ورجعنا تاني كده، حطينا الجزر يتسلق على البوتاجاز، وهنجيب البرتقان بتاعنا علشان نقشره. اول حاجة لازم لما نيجي نخزن البرتقان ان احنا منجيبش البرتقان ابو سرة، لازم نجيب البرتقان السكري او البرتقان البلدي اللي هو بيكون فيه بذور كده. اه هو بيكون فيه بذور بس نسبة العصير فيه بتكون عالية جدا، لكن البرتقان ابو سرة الالياف فيه بتكون زيادة. هجيب بقى كده المبشرة بتاعتي، هستخدم المبشرة دي اللي هي بتاعة البطاطس او هستخدم المبشرة العادية جدا، وهبشر الجزء او القشره اللي هي الملونه الاورنج اللي فوق دي. حاولي ان انت ما تاخديش القشره اللي تحت، بصوا القشره الضعيفه الرقيقه اللي انتوا شايفينها دي. هحاول ان انا ابشره كده. طب هتبشريه ليه؟ انا هقول لكم دلوقتي انا هبشره ليه. بس بصوا اهو يا دوبك كده القشره اللي فوق بس، علشان اللي هو الماده اللي تحت دي اللي هي البكتين دي، ما ينفعش ان انا اسيبها في العصير او ان انا احطها هنا، لانها لما بتتحفظ بتمرر معايا. بس اوعي ترميها، دي كنز عندك دي بقى، لو اكلتيها كده وشجعي الولاد لما ياكلوا البرتقال ان هم ياكلوا القشره البيضه اللي تحت القشره دي، لانها اولا غنيه جدا بالفيتامينات والاملاح المعدنيه، وفيها نسبه عاليه جدا من الفيتامينات اللي سر من اسرار تطويل الشعر. هبشر بقى كده القشر زي ما انتوا شايفين كده، وهعمل البرتقان هقشره زي ما انتوا شايفين. كل البرتقان هبشره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لان بقى البشر ده تحفه جدا، بخزنه عندي في الفريزر، وهقول لكم استخداماته بستخدمه في ايه في اخر الفيديو. خلاص كده، فانا هبشر بقى البرتقان كله بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالوا كده عشان ما اطولش عليكم، انا طبعا مش هبشره كله كده قدام الكاميرا ولا حاجه، لا، انا هبشر معاكم واحده بس اوريكم كده، وبعدين اوريكم احنا هنعمل ايه، وانا بقى هكملهم كده مع نفسي. هعمل ايه؟ انا عملت واحده اهو، هجيبها كده بقى واجيب الطبق بتاعي وهبدا ان انا اقشرها. هوريكم طريقه سهله جدا جدا للتقشير، وفي نفس الوقت هتخلينا ان احنا نتخلص من القشره البيضاء بسرعه جدا من غير بقى ما نقعد نقشر فيها. بقطع الجزء اللي فوق كده، وبعد كده بمسكها كده واعملها اربع كده، بشقها بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده.
أهو، وبإيديّا بقى كده وهابدأ إن أنا أقشّرها. حد هيقول لي طَب البسي gloves أو جوانتي في إيدِك علشان إيديكِ ما تتبهدلش، أقول لها بالعكس جدًا، لإن الزيوت العطرية أو زيوت الطيارة اللي موجودة في اليوسفي أولًا بتخلّي ريحة الإيد كويسة جدًا، حلوة أوي، أوي، وكمان بتنعّم الإيدين جدًا، فمنها كده إن أنتِ بتستخدمي حاجة مفيدة وبتنعّمي إيديكِ، فاستغلي كده وقشّريه بإيديكِ علشان إيديكِ تستفيد من الزيوت العطرية الموجودة في القشر بتاعنا. بُصّوا بقى باحاول إن أنا أتخلّص من القشر الأبيض خالص، خالص زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده هامسك البرتقانة بتاعتي وهاشيل أي قشر باقي فيها، لإن القشر الأبيض ده يا جماعة لمّا بنحفظ البرتقان أو بنخزّنه بيمرّر جدًا، جدًا وبيدّي البرتقان مرارة بشكل فظيع، بس طبعًا القشر ده لمّا تيجي تقشّري برتقان لولادِك لازم تسيبيهم وتعوّديهم إن هم ياكلوه، لإنه مفيد جدًا زي ما أنا قُلت لِك. هاقطّع بقى البرتقانة بتاعتي بالشكل اللي أنتم هتشوفوه ده كده 3 أجزاء زي ما أنتم شايفين كده. الطريقة دي حلوة أوي. حد يقول لي مثلًا ما أنا ممكن أمسك البرتقانة وأفصّصها كده، لأ دي صعبة أوي، إزاي هتعرفي البذر؟ هتمسكي كل فص كده من البرتقانة وتقعدي تفتشي فيه وتشيلي البذر؟ لأ، الطريقة دي حلوة أوي، البذر كله بيظهر قدامِك كده بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. تاني حاجة شايفين الجزء الأبيض ده؟ أنا باقوّره كده بالسكينة بتاعتي، السكينة بتاعتي صغيرة وجوزها مدبب، فباقوّر الجزء الأبيض ده وباتخلّص منه بالشكل ده، لإنه برضه من الحاجات اللي بتمرّر. بُصّوا كده أهو، أنا هاعمل البرتقان بتاعي كلّه بنفس الشكل كده، هاعمل معاكم كمان واحدة عشان أورّيها لكم أهو. بُصّوا هنا بقى بابُص فيها لو في أي بذر فيها هيبان معايا على طول، وبامسك كده الجزء الأبيض اللي جوّه ده وباحاول إن أنا أتخلّص منه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. طريقة سهلة جدًا، جدًا ومش هتاخد معاكِ وقت خالص، وهتتخلّص من كل البذور وكل الأجزاء البيضا أو الألياف اللي إحنا مستغنيين عنها في البرتقان بتاعنا. هاعمل معاكم كمان واحدة علشان تبقى واضحة معاكم، بامسكها كده من تحت ومن فوق، وبابدأ إن أنا أعمل البرتقانة كده أشقها بالسكينة 4 أجزاء، وبابدأ كده إن أنا أعملها كده بإيديّا، أفتحها بإيديّا، تمام كده، وأتخلّص بقى كده من كل القشور البيضا اللي موجودة في البرتقانة أو على البرتقانة بتاعتي. أنا هنا كده سرّعت الفيديو علشان ما أطوّلش عليكم، بس خليكم معايا للآخر لإن أنا في آخر الفيديو هاقول لكم على بعض النصايح التحفة جدًا، جدًا بالنسبة لتخزين البرتقان. هاقطّعها بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده 3 أجزاء. بُصّوا بقى البرتقانة دي سُكّرية جامد فيها نسبة بذور عالية، في برتقان هنلاقي فيه بذر كتير وفي برتقان مش هنلاقي فيه بذر كتير، فلازم طبعًا نتخلّص من البذر لإن البذر ده لو سِبناه كارثة، هيمرّر معانا وهيخلّي العصير بتاعنا فيه مرارة فظيعة، حتى مهما تحطّي سُكّر. هابدأ بقى أقوّر البرتقانة كده من النُص وأشيل الجزء الأبيض اللي أنتم شايفينه ده كده. ممكن تستخدمي السكينة زي ما إحنا شايفين كده، وممكن تستخدمي المقورة بتاعة الكوسة والبتنجان بتاعة المحشي. بُصّوا، إيه رأيكم بقى؟ طريقة حلوة جدًا أحسن من إن إحنا نعمله فصوص، لإن الفصوص طبعًا مش هامسك بقى فص، فص كده وأقعد أبُص فيه وافتحه واطلّع البذر، لأ دي أسهل، كل البذر عندي بيبان ويظهر معايا كده وباتخلّص منه بسهولة، حتى البذرة الصغيرة خالص لازم تتخلّصي منها علشان كمان بتمرّر. وباعمل أهو الجزء الأبيض اللي جوه زي ما انتم شايفين كده. أنا بقى هاخلّص البرتقان كله بنفس الشكل ونفس الطريقة اللي انتم شايفينها كده عشان ما نطوّلش عليكم، وبعد كده أرجع أوريكم إحنا هنفرّزه إزاي، وليه أنا باقول لكم ما تحطوش جزر على عصير البرتقان أو على تفريزات البرتقان، علشان طبعًا زي ما قُلت لكم الطعم هيتغيّر جدًا وهيقلب من عصير برتقان لعصير كده ما أنتوش عارفين طعمه إيه، هيبقى طعمه مختلف جدًا، جدًا. إحنا هنضيف بس نسبة بسيطة جدًا من الجزر علشان نعزّز اللون بس مش أكتر، ونستفيد من الفيتامينات اللي موجودة في الجزر، لكن بدون إن هو يأثّر على طعم العصير بتاعنا خالص. خلّصنا البرتقان وبقى جاهز معانا، بُصّوا أهو خلّصته ما أخدش معايا وقت خالص، طريقة سهلة سريعة حلوة جدًا، جدًا. شُفتوا شكله عامل إزاي؟ هنبدأ بقى إن إحنا دلوقتي نشوف هنعمل فيه إيه. تعالوا بينا نشوف الجزر اللي إحنا سلقناه مع بعض. ادي الجزر معانا بقى جاهز زي ما احنا شايفين كده، انا سلقته خد كمية مية صغيرة جدا وشربها خالص خالص، وبعد كده حطيت عليه شوية مية ساقعين جدا جدا علشان اعمل له كده شوك او صدمة، علشان احافظ على الفيتامينات واحافظ على اللون بتاعه وعلشان ما يتأكسدش معايا، ودي الطريقة الصحيحة اللي احنا متفقين عليها لحفظ الخضروات.
حطيت بقى شوية جزر صغيرين جدًا، جدًا كده مع البرتقان بتاعنا، وهابدأ أعمله في أكياس تخزين أو في علب تخزين. أنا باحب الأكياس علشان ما بتاخدش معايا مساحة أو في الفريزر وما بتضيّقش عليَّ الدنيا. هابدأ أحط بقى كده في كل كيس كمية اللي أنا هاعملها للعصير، بحيث إن أنا أطلّع الكيس الواحد بس أعمله مرة واحدة بس، مش أطلّع آخد منه وأدخّله تاني. اوعي تطلّعي أي حاجة متفرّزة تاخدي منها جزء وتدخّليها تاني، ده غلط جدًا. الحاجة المتفرّزة لمّا بتفُك بتفقد كتير جدًا من القيمة الغذائية بتاعتها، وكمان بتتعرّض لنمو البكتيريا والميكروبات وللأكسدة، فبتفسد معايا. أنا حطيت في كل كيس كمية مناسبة اللي أنا محتاجاها، لإن أنا باعمل مثلًا نوعين من العصير والّا حاجة، فمش باحط كتير. وحطيت 2، 3 كده من الجزر، ما حطيتش كتير ولا حاجة، بس كده مجرد إن هو يعزّز اللون معايا، و أتخلّص من الهوا اللي موجود في الكيس علشان ما يأكسدش البرتقان بتاعنا وما يغيّرش الطعم بتاعه. ما شاء الله عملت حوالي 10 أكياس، وأنا كنت عاملة حوالي 10 كمان، حلو أوي كده. آآ يعني طريقة حلوة جدًا ومغذية جدًا، جدًا. وهاقول لكم بقى على الطرق التانية دلوقتي حالًا، بس تعالوا نشوف أنا عملت إيه في القشر. بُصّوا بقى بَشر البرتقان بتاعنا كمية محترمة، ريحته رهيبة، ريحته حلوة أوي، أوي. أنا باعمل فيه إيه بقى دلوقتي، أنا بامسك البشر بتاع البرتقان ده وبامسكه كده وباجيب استرتش راب، وبابدأ إن أنا ألِف كده كل حوالي 15 أو 20 جرام. طب أنا ما حطيتهمش كلهم في كيس واحد ليه؟ علشان طبعًا أنا هاحطهم في الفريزر، هاطلّع كل واحدة كده حسب باعمل بسكويت، باعمل كيك، باعمل أي حاجة فيها بشر برتقان هاقدر إن أنا أستخدمه زي ما أنتم شايفين كده. أطلّع واحدة بس كده وأستخدمها على طول. يعني هاحط في كل واحدة كده مقدار معلقتين، يعني حوالي 20 جرام كده أو 22 جرام، زي ما أنتم شايفين كده، وباقفلها كويس جدًا. شايفين؟ تحفة، ريحته رهيبة جدًا، حلو أوي بقى لأي بسكوتات، لأي كيك، حابة إن أنتِ تخلّيه بنكهة البرتقال. حاجة حلوة أوي، أوي، وحاجة كمان طبيعية وريحتها تحفة جدًا، جدًا، قوية بطريقة رهيبة. لازم تجربوها. خلاص كده، أنا هاعمل بقى الكمية كلها بنفس الشكل اللي أنتم شايفينه ده. تعالوا بقى نتكلم شوية عن أنواع عصير البرتقال والطرق المختلفة لتخزينه. ممكن إن احنا نخزنه في صورة مركزة، بس هنتكلم عن الطريقة الصحيحة للتخزين بتاعه. بس أنا ما بحبهاش بصراحة، لأنها بتفقد كتير جدا من القيمة الغذائية والفيتامينات، خاصة فيتامين سي، لأن فيتامين سي من الفيتامينات اللي بتفقد بيه الحرارة. وطبعا في الطريقة دي احنا بنعمل عصير البرتقال وبنعصره كويس جدا وبنصفيه وبنعرضه للحرارة، بنغليه على النار لمدة أكتر من 5 دقايق علشان يغلي كتير ويطلع الرغوة بتاعته ونتخلص منها. ففي الفترة دي بنخسر كتير جدا من الفيتامينات، وبالأخص فيتامين سي المهم جدا اللي بيتميز بيه عصير البرتقال. فأنا بصراحة ما بحبهاش، يعني مش بحبها خالص. لكن ممكن إن أنا أمسك البرتقال بتاعي وأعصره كله كويس جدا، جدا، وهضيف له سكر وهضيف له عصرة ليمونة أو ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، وأحطه في أكياس وأحفظه في الفريزر. دي برضو طريقة كويسة جدا، جدا، بتحافظ على القيمة الغذائية الموجودة في البرتقال. ممكن بقى الطرق التانية كلها من ان انت تعصريه زي ما قلتلك وتحطيه على النار، وان انت تحطي معاه كمية مضاعفة من الجزر، او تحطي كيلو من البرتقال نص كيلو من الجزر. لا، انا مش بحبه خالص، لان بجد بيأثر على طعم البرتقال وبيحوله عصير تاني خالص، خالص مختلف. يعني ما ينفعش ان احنا نقول عليه عصير برتقال خالص. تاني حاجة ممكن اقولها لك، قشر البرتقال زي ما قلت لك ممكن ان انا ابشره واخزنه في الفريزر، وممكن ان انا كمان اشيل القشرة اللي هي فوق دي الغامقة دي او الاورنج دي، وامسكها كده واجففها في الفرن، او اجففها كده احطها في صينية على رخامة المطبخ واسيبها لما تنشف خالص، خالص. وبعد كده بامسكها كده واضربها في المطحنة بتاعة التوابل، واخليها بودرة واستخدمها كده برضو كبودر بنكهة البرتقال. حلو جدا، جدا، تستخدميه برضو في الحلويات وفي الكيكات. طريقة حلوة جدا ونكهته بتكون مميزة جدا، جدا، وطبيعية جدا وحلوة جدا. اي حد عنده سؤال واي حد بيعمله بنفس الطريقة بتاعتي يا ريت يكتب لي كده في الكومنتات. اترككم بقى في حفظ الله، والسلام عليكم.